واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت أيضا ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. آه، يعني إحدى المسؤولات في أكبر القنوات الفضائية، يعني ولله الحمد وبفضل الله سبحانه وتعالى تواصلت معي بشأن المحتوى الذي أقوم بتقديمه على الصفحة الشخصية في بعض العلوم النادرة وبعض أسرار العلوم النادرة جدا اللي الغرب أصبح للأسف الشديد هو اللي يعرفها صغيرا قبل الكبير. فاتفقنا كده إن أنا هقدم مجموعة من الحلقات في الفترة المسائية إن شاء الله في الأيام المقبلة، وهي أنا بعتبرها من أكبر القنوات الفضائية في العالم العربي إن لم يكن في العالم بأكمله في الوقت الحالي الذي نعيشه. ولكن اتفقت معها على أول حلقة هي اتخضت شوية من الموضوع. قلت لها أنا وأقول لكم عن بعض التلميحات في مثل هذه الأمور عن الموضوع الأول أو ما سيكون في الحلقات في هذه القناة الكبيرة. كنت من 3 سنوات كنت في مؤتمر متخصص يعني في إحدى العلوم لناس مهتمية بعلوم متخصصة، وهذا العالم كان كندي وبيتكلم عن نظرية أينشتاين وبيتكلم عن سرعة الضوء والنسبية وهذه الأمور. فهو كان واضع قواعد رولز بيقول raise your hand، لو حد عايز يسأل سؤال ارفع ايدك لو سمحت واسأل على طول هذا السؤال. فلما خلص استمتعت جدا بالمعلومات اللي هو كان بيقولها، لأن معلومات كانت بالنسبة لي صدمة. يعني أنا مش متعود إن أنا أسمع مثل هذه المعلومات، وفي نفس الوقت كان عندي شعور داخلي بالسعادة إن أنا فهمت حاجة أنا كنت محتاجها فعلا. فرفعت إيدي قلت له لو سمحت، هل الإنسان ممكن يصل لسرعة الضوء؟ قال لي مستحيل. كلمة واحدة قال لي مستحيل. قلت له على افتراض كمثال لو الإنسان كتلته أصبحت زيرو، المادة أصبحت زيرو، يصل؟ قال لي يصل، بس مستحيل إن هو الكتلة للمادة هتكون زيرو. في الحقيقة كان عندي صراع داخلي سنين، إن ما بين صراع كده في القلب ما بين العقل والمشاعر، وكانت دايما بتيجي في قدام عيني كلمة أو الآية القرآنية ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كانت الآية دي كانت قدامي على طول. يعني الإنسان مخلوق أفضل مخلوق على الوجه الأرض في الكون الذي نعيشه. كيف لا يكون هناك أوبشنات أو أوبشنز داخلي أن يصل لهذه المراحل أو هذه الأشياء؟ وممكن هو ده اللي احنا هنتكلم فيه. وزي ما أنا قلت أن هذه المعلومات لدى البعض في الغرب معلومات بسيطة جدا ما فيهاش أي شيء من الدهشة. قد يندهش إليها البعض ولكن ليس بها أي دهشة. بالقراءة والتعلم والوعي والإدراك بتقدر إن أنت ستيب باي ستيب بتفهم. ولكن هنا الأسئلة. الأول، هل يستطيع الإنسان أو هل استطاع أشخاص أن تصل لسرعة الضوء؟ نمبر 1. 2، هل هناك أشخاص تخطت سرعة الضوء؟ نعم تخطت. هل هناك أشخاص تخطت سرعة الضوء؟ طب هو لما الشخص بيصل بس لسرعة الضوء تتوقف الأشياء، يتوقف الزمن؟
يتوقف الزمن؟ يتباطأ الزمن؟ طب نتيجته إيه؟ ماذا سيحدث؟ هل هناك أشخاص تقدر تدخل في نسيج زمني آخر في الزمن اللي احنا عايشينه؟ الحتة دي اللي فاهمها، عشان كده بقول هذه الحلقات إن شاء الله المتفق عليها هتكون للأشخاص المهتمة ببعض العلوم أو للأشخاص اللي هي متخصصة. في أشخاص عندنا متخصصة في وتفهم ما أقوله يعني. آه، هل هناك أشخاص يمكنها أن تدخل في نسيج زمني آخر يتباطأ الزمن وترى ما لا يرى وتسمع ما لا يسمع؟ هذه كلها أسئلة سوف يجاب عنها داخل الحلقة الأولى، اللي يا رب تكون في ميزان حسناتنا، ويا رب تكون في نفع الناس، ويا رب إن الناس، أنا نفسي إن الناس، لأن فعلا إحنا محتاجين ثورة في الأخلاق قبل وبعدها ثورة في العلم. ثورة في الأخلاق وثورة في العلم. تاني، ثورة في الأخلاق وثورة في العلم. إن شاء الله تكون حلقات ربنا يوفقنا فيها، وليس الإنسان إلا ما سعى. وإن شاء الله تكون أيامكم كلها نور وعلم وسعادة إن شاء الله.